في شمال مصر، كان في مدينة كانت زمان مركزاً للتجارة والعلم والمعرفة في العالم القديم، دي الإسكندرية، جزء من المدينة القديمة، دلوقتي تحت البحر المتوسط، تحت المياه، قريب من الساحل الحاري للإسكندرية. علماء الآثار لقوا صخور كبيرة، أعمدة، تماثيل وأجزاء من مباني كانت واقفة في المنطقة الملكية للمدينة. بس مش كل الإسكندرية غرقت مرة واحدة. على مدار قرون كتير ساحلها اتعرض لزلازل وانهيارات أرضية وغرق تدريجي لبعض أجزاء الأرض. عشان كده بعض القصور والمعابد والمواني بتاعة المدينة القديمة بقت تحت البحر. عشان نفهم ليه الإسكندرية كانت مهمة جداً لازم نرجع لزمن الإسكندر الأكبر سنة 331 قبل الميلاد. كان الإسكندر في مصر، كان ملك شاب من مقدونيا وكان بيوسع إمبراطوريته بسرعة ضد الفرس. كان عنده 24 سنة، بس وقتها وأثناء وجوده على ساحل البحر المتوسط شاف اسكندر جزء ضيق من الأرض بين البحر وبحيرة مريوط، وهي بحيرة مياه عذبة كبيرة متصلة بالطرق اللي بتؤدي لنهر النيل. المكان ده كان موقعه جميل جداً. من الشمال فيه البحر المتوسط اللي ممكن يستخدموه في التجارة مع أوروبا وباقي مناطق البحر المتوسط، ومن الجنوب فيه بحيرة مريوط اللي بتوفر الاتصال لجوا مصر وللنيل. عشان كده ألكسندر قرر يبني هناك مدينة جديدة سماها الإسكندرية على اسمه. ألكسندر ما كانش أول واحد عاش في المكان ده، كان فيه بالفعل تجمع صغير للمصريين اسمه راكوتس، لكن خطة ألكسندر كانت إنه يكبره ويخليه مدينة مينائية منظمة. هو ما كانش عايز الإسكندرية تكبر كده وخلاص من غير خطة منظمة. قبل ما يبنوا معظم المباني رتبوا الأول فين هيتحطوا الشوارع الرئيسية، المساكن، القصر، المعابد والميناء. المهندس اليوناني دينوكراتس من رودس هو اللي عادة بينسب ليه المساعدة في تخطيط المدينة. استخدموا نظام الشبكة اللي فيه الشوارع الرئيسية مستقيمة وبتتقاطع مع بعض بشكل منظم، كأنها علبة كبيرة متقسمة لأجزاء جوا المدينة، وده خلى الناس والعربات والبضايع اللي جاية من الميناء يقدروا يتحركوا بسهولة أكتر. كمان الشوارع الواسعة ساعدت إنه الهواء اللي جاي من البحر يدخل ويقلل من الحرارة الشديدة. أكبر شارع كان اسمه الطريق الكانوبي. الشارع ده كان بيعدي من الشرق للغرب وبيوصل بين أهم أجزاء اسكندرية. بس ألكسندر ما قعدش علشان يشوف بناء المدينة. بعد كام شهر من تأسيسه لإسكندرية كمل حملته العسكرية ضد الإمبراطورية الفارسية. مرجعش مصر تاني. ألكسندر مات في بابل سنة 323 قبل الميلاد، كان عنده 32 سنة. بس وقتها سابوره إمبراطورية ضخمة جدا، لكن ما كانش عنده وريث بالغ وواضح يقدر يحكمها. عشان كده الجنرالات بتوعه قسموا أجزاء الإمبراطورية بينهم. الجنرال اللي أخذ مصر كان اسمه بطليموس. بطليموس كان قائد سابق ورفيق مقرب للإسكندر. بعد ما استولى على مصر خلاها مملكته الخاصة، وفيما بعد بقى معروف باسم بطليموس الأول سوتر، أول ملك في الأسرة البطلمية. السلالة هي عائلة متتالية من الحكام اللي جايين من نفس الأصل. تحت حكم عائلة بطليموس بقت الإسكندرية عاصمة مصر. بس بطليموس ما جابش الحكم بس للمدينة الجديدة، استخدم كمان اسم وذكرى الإسكندر علشان يقوي حقه كحاكم. لما جابوا جثة الإسكندر من بابل وصلت لمصر، وبيقولوا إنهم دفنوها في الأول في منف، وبعد كده نقلوها لمقبرة كبيرة في الإسكندرية. قبر الإسكندر كان مهم لأنه معروف كواحد من أعظم الغزاة في العصور القديمة. كتير من الحكام والجنود والزوار كانوا عايزين يشوفوا قبره، وبما إن جثة الإسكندر كانت في الإسكندرية زادت قيمة المدينة أكثر في عيون الناس، وكأنه بطليموس كان بيوري إن مملكته هي الوريث الحقيقي لاسم وقوة الإسكندر. ومع تزايد قوة حكمه اتبنت الإسكندرية بسرعة كبيرة. واحد من أهم المشاريع كان الهيبتا ستاديون. ده كان طريق طويل اتعمل فوق المية، طوله حوالي 1.2 كيلومتر، وبيربط بين البر الرئيسي وجزيرة باروس. وبسبب الطريق ده أتقسم الساحل وأتكون مينائين رئيسيين. في الجزء الشرقي كان الميناء الكبير اللي فيه المنطقة الملكية وكمان كتير من المباني المهمة. أما في الغرب فكان ميناء أيونوستوس، واسمه معناه الرجوع الآمن،
وكان وجود المينائين دول سبب كبير في تطور إسكندرية. وكانت السفن اللي بتنقل القمح والبردي والخشب والنبيذ والزيت والمعادن وغيرها من المنتجات تقدر ترسو هنا ومن إسكندرية. وكان بيتم إرسال كميات ضخمة من القمح اللي جاي من الأراضي الخصبة في مصر لدول تانية، وعلشان كده بسرعة بقت إسكندرية واحدة من أهم المدن المينائية في البحر المتوسط. لكن بطليموس كان عنده طموحات أكبر. هو ما كانش عايز المدينة تبقى غنية بالتجارة بس، كان كمان عايز يخلي إسكندرية مركز للتعلم والمعرفة. ابنه بطليموس الثاني كمل الخطة دي. في عهدهم هما الاثنين اتبنت وتوسعت القصور والمعابد والمواني والمباني اللي كانت مخصصة للعلماء. ومع مرور الوقت عدد سكان اسكندرية زاد بشكل كبير. مش معروف العدد بالضبط عشان المؤرخين اختلفوا في تقديراتهم، بس بيعتقدوا إنها وصلت لمئات الآلاف من الناس. وفي الآخر بقت واحدة من أكبر المدن في العالم القديم بعد روما. وكمان ما كانش فيه مجموعة واحدة بس عاشت هناك، كان فيه يونانيين ومقدونيين جم على الحكومة الجديدة، وكان فيه كمان كتير من المصريين الأصليين. وكمان الجالية اليهودية في المدينة كبرت، ومعاهم تجار وأجانب جم من أماكن مختلفة حوالين البحر المتوسط. كانوا عايشين مع بعض في الإسكندرية، بس مش دايماً كانت حقوقهم أو أسلوب حياتهم زي بعض. كان ليهم مجتمعاتهم وتقاليدهم وأماكنهم الخاصة في المدينة. في الجزء الشمالي الشرقي من الإسكندرية هتلاقي الحي الملكي اللي اسمه بروثيون. هنا كان موجود المجمع الكبير للقصور بتاعة ملوك البطالمة، وده ما كانش قصر واحد بس، ده كان عبارة عن مباني كتير وحدائق وساحات ومعابد ومكاتب وسكن للعائلة الملكية. وكمان قريب من هنا كان أهم مركز للدراسة في الإسكندرية. هنا بدأ البطالمة مشروع ضخم جدا يجمع في مدينة واحدة كل المعرفة اللي جاية من أماكن مختلفة في العالم. في الحي الملكي في الإسكندرية هتلاقي القصور والمعابد والمسرح، الجمنازيوم، وأهم مركز للدراسة في المدينة. لكن مش كل الناس اللي عايشين في الإسكندرية حياتهم متساوية. اليونانيين والمقدونيين هم اللي ليهم أعلى المناصب في الحكومة، هم اللي عندهم أكبر سيطرة على السياسة، الجيش، وكمان الأعمال المهمة في المدينة. واليوناني كمان هو اللغة الأساسية اللي بتستخدمها حكومة البطالمة. وكمان فيه جالية يهودية كبيرة في الإسكندرية، كتير منهم كانوا تجار وحرفيين وعلماء، وكان لهم قادة خاصين بهم وجماعة دينية خاصة بهم، لكنهم كمان كانوا جزء من التجارة والحياة اليومية في المدينة. وفي الإسكندرية كمان اترجمت أجزاء كبيرة من الكتاب المقدس العبري لليونانية. الترجمة دي اتسمت السبعينية، وبسببها قدر ناس أكتر بيتكلموا يوناني يقروا الكتب المقدسة اليهودية. وفي نفس الوقت كان جزء كبير من المصريين الأصليين عايشين في راكوتس اللي كانت مستوطنة قديمة موجودة قبل ما تتبني الإسكندرية. كتير من المصريين كانوا بيشتغلوا في الميناء أو مواقع البناء أو في الحقول أو الورش. وفي بيوت العائلات الغنية هم كانوا الجزء الأكبر من القوة العاملة اللي بتشغل المدينة. لكن كانت سلطتهم محدودة في الحكومة اللي كان اليونانيين مسيطرين عليها. يعني الإسكندرية كانت منفتحة على ثقافات ومعارف كتير، لكن حقوق كل اللي عايشين فيها ما كانتش متساوية. وبرغم كده المدينة فضلت تغتني أكتر وأكتر بسبب التجارة. كل يوم كانت السفن اللي شايلة قمح ونبيذ وزيت وخشب ومعادن وبردي وتوابل ومنتجات تانية بتوصل لمينائين الإسكندرية. علشان السفن توصل بأمان، البطالمة بنوا منارة ضخمة جدا في جزيرة فاروس. المشروع بدأ في عهد بطليموس الأول وأتم في عهد ابنه بطليموس الثاني حوالي القرن الثالث قبل الميلاد. اللي بناها كان المهندس اليوناني سوستراتوس من كنيدوس. اتسمت منارة الإسكندرية أو فاروس الإسكندرية. دي واحدة من عجائب الدنيا السبعة القديمة. ارتفاعها كان أكثر من 100 متر تقريبا. كانت عالية جدا مقارنة بأي مبنى تاني في الوقت ده. كان ليها قاعدة واسعة ومربعة من تحت، وفوقها كان في جزء أضيق في النص، وفي القمة كان في نار بتشتعل وبتكون دليل للسفن بالليل. وفي النهار كانوا ممكن يستخدموا معدن مصقول عشان الضوء يبقى واضح ويتشاف من بعيد. في حكايات قديمة بتقول إنهم كانوا بيستخدموا مراية كبيرة عشان يحرقوا سفن الأعداء، بس مفيش دليل قوي يثبت إن ده حصل فعلا. إلا أكيد إن المنارة كانت مهمة جدا للسفن اللي داخلة اسكندرية. وكمان ده ورى قد إيه الهندسة كانت متقدمة وغنى المدينة في الوقت ده. بس المنارة مش هي أهم مساهمة لإسكندرية في التاريخ. جوه الحي الملكي هتلاقي الموسيون،
كلمة الموسيوم معناها مكان مخصص للميوزات، وهم الآلهة اللي ليهم علاقة بالفن والمعرفة في الديانة اليونانية. ومن هنا جه أصل كلمة متحف الحديثة. بس ده مش متحف، كله حاجات قديمة وبس. ده كان مركز أبحاث كبير بيشتغل فيه علماء رياضيات، دكاترة، فلكيين، كتاب وفلاسفة. الملك كان بيدعمهم، كان فيه سكن، أكل ومرتب للعلماء عشان يقدروا يقروا، يكتبوا، يناقشوا ويعملوا أبحاث. وكان من ضمن الموزيوم مكتبة الإسكندرية المشهورة. كان هدف المكتبة كبير، كان حكام البطالمة عايزين يجمعوا وينسخوا الكتب والمخطوطات المهمة من كل أنحاء العالم. في الوقت ده ما كانش فيه كتب مطبوعة لسه. النصوص كانت عادة مكتوبة على لفائف طويلة من ورق البردية. حسب بعض الروايات القديمة كانوا بيفحصوا اللفائف اللي كانت السفن اللي جاية للإسكندرية جايباها معها. الكتبة كانوا بينسخوا اللفائف دي، وأحياناً كانوا بيرجعوا النسخة المنسوخة لأصحابها ويحطوا الأصلية في المجموعة الملكية. إحنا مش عارفين العدد الدقيق لللفائف اللي كانت في المكتبة. التقديرات القديمة بتتراوح من عشرات الآلاف لمئات الآلاف من اللفائف، بس الواضح إنها كانت واحدة من أكبر مجموعات المعرفة في العصور القديمة، وده كان بسبب دعم البطالمة. وصل الإسكندرية بعض من أعظم العقول في الزمن ده. واحد منهم كان إقليدوس، عالم رياضيات كان بيعلم وبيشتغل في الإسكندرية. كتب كتاب العناصر، وهو مجموعة من الشروحات عن الهندسة والرياضيات. الكتاب ده استخدم في الدراسة لأكثر من 2000 سنة. وكان موجود كمان إيراتوستينس اللي كان عالم رياضيات وفلكي ورئيس مكتبة الإسكندرية. استخدم الفرق في الظل بين مكانين في مصر علشان يقدر يحدد حجم العالم. ما كانش عنده أقمار صناعية ولا معدات حديثة، استخدم بس القياس والظل والمسافة والرياضيات. وده كان مدهش لأنه قدر يوصل لرقم قريب جدا من المحيط الحقيقي للأرض. أما في مجال الطب اشتغل هيروفيلوس في الإسكندرية، درس المخ والأعصاب والعين وأجزاء مختلفة من جسم الإنسان. كان واحد من أوائل الأطباء القدماء اللي وضحوا إن المخ مش القلب، هو مركز التفكير. وكان في كمان عالم فلك اسمه أرستارخوس من ساموس، اقترح إن الأرض بتدور حوالين محورها وبتتحرك حوالين الشمس. أغلب الناس في الوقت ده ما قبلوش فكرته، ولسه لقرون كتير بعد كده كان الناس مصدقين أكتر إن الأرض هي اللي في وسط الكون. بعد كام قرن ولما بقت الإسكندرية تحت حكم روما، عاش واشتغل هناك المخترع اللي اسمه هيرو الإسكندراني. عمل كتير من الآلات الغريبة. واحدة من الحاجات دي كانت اسمها أيوليبل. دي كانت كرة معدنية بتلف لما البخار يطلع من أنبوبتين متنيين. دي مش مكانة بخار عملية تقدر تشغل عربية أو مصنع كبير، بس هي ورت إنه البخار ممكن يتستخدم عشان يخلق حركة ميكانيكية. هيرو كمان عمل أبواب أوتوماتيكية للمعابد. لما النار تولع في المذبح، الهواء اللي تحته يسخن، المية اللي جوه الحاويات بتتحرك وبتشد الحبال اللي بتفتح الباب. بالنسبة للناس اللي بتتفرج بيتهيأ لهم إن الآلهة هي اللي بتفتح الباب لوحدها، بس في الحقيقة اللي بيحركها هو الماكينة. هو كمان صمم ماكينة بتشتغل بالعملات وبتدي شوية مية مقدسة. لما تحط عملة معدنية بينزلوا ذراع وبيفتحوا ممر صغير للمية زي ماكينة بيان قديمة. مش كل اختراعات هيرو كانت بتستخدم في شغل كبير، أغلبها كان مجرد عرض للضغط، الهواء، المية والحركة الميكانيكية. بس الحاجات دي ورت قد إيه ممكن الإحساس يوصل بعيد لما يكون في مكان بيدعم الناس اللي عايزين يتعلموا ويجربوا. بعد أكثر من 200 سنة من حكم البطالمة، روما بدأت تتدخل في مشاكل مصر. في سنة 48 قبل الميلاد، جوليوس قيصر وصل إسكندرية، جنرال روماني قوي، وكان وقتها في وسط صراع العائلة الملكية في مصر. كليوباترا السابعة وأخوها الأصغر بطليموس الثالث عشر كانوا بيتخانقوا على العرش. هما إخوات، بس كمان كانوا بيتعتبروا منافسين على الحكم حسب تقاليد العيلة الملكية بتاعتهم. يوليوس قيصر وقف مع كليوباترا، وبسبب كده جيش بطليموس هاجم جزء من الإسكندرية اللي كان فيه جنود الرومان بتوع قيصر. جيش قيصر كان محاصرا وعدده أقل عشان العدو ما يقدرش يستخدم السفن اللي في الميناء. أمر بحرق شوية سفن. النار انتشرت في أجزاء من الميناء وفي المباني القريبة. من هنا بدأت القصة المشهورة إن يوليوس قيصر
هو اللي حرق مكتبة الإسكندرية كلها، وكل اللي فيها ضاع في ليلة واحدة. بس الأغلب إنه ده ما حصلش بالطريقة دي. السجلات التاريخية اللي جات بعد كده بتبين إن المكتبة والعلماء اللي فيها كملوا بعد زمن قيصر. ممكن يكون المخازن اللي جنب الميناء اللي كان فيها لفائف البردي هي اللي اتحرقت. لسه في حاجات كتير ممكن تكون ضاعت، بس ما فيش دليل قوي يثبت إن المبنى الرئيسي كله اتدمر في الوقت ده. عشان كده اختفاء مكتبة الإسكندرية مش مجرد قصة حريق كبير، بدل كده المكتبة ضعفت واحدة واحدة بسبب الحروب وتغيير الحكومات وقلة التمويل وقلة الدعم للعلماء. الإسكندرية قدرت تعدي الأزمات دي، بس بعد كده عائلة بطليموس ما بقتش القوة الأكبر في مصر. روما بدأت تسيطر على المدينة واحدة واحدة. بس إيه اللي حصل؟ بعد معركة الإسكندرية يوليوس قيصر رجع روما، بس في سنة 44 قبل الميلاد اتقتل على إيد مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني. بسبب كده حصل صراع تاني على السلطة في روما. مارك أنطوني كان واحد من أقوى الجنرالات الرومان وقتها. هو كان المسؤول عن جزء كبير من الأراضي الشرقية لروما بما فيها الأماكن القريبة من مصر. هو عمل تحالف مع كليوباترا السابعة ملكة مصر. غالباً ما بيتوصف علاقتهم إنها قصة حب، بس علاقتهم كانت أكتر من كده. كانت كمان شراكة سياسية وعسكرية. أنتوني كان محتاج ثروة مصر وسفنها والقمح بتاعها. كليوباترا كانت محتاجة دعم جنرالي روماني قوي عشان تقدر تحافظ على حرية مملكتها. سنة 34 قبل الميلاد عملوا احتفال كبير في الإسكندرية. الاحتفال ده معروف دلوقتي باسم عطايا الإسكندرية. قدام ناس كتير أنتوني وكليوباترا وزعوا أراضي يحكمها أولادهم، وكمان أعلنوا إن قيصرون ابن كليوباترا اللي بيقولوا إنه ابن يوليوس قيصر هو ملك الملوك. رسالتهم كانت واضحة، كانوا عايزين يعملوا من الإسكندرية مركز لمملكة قوية في الشرق. لكن ده كان تهديد كبير لأوكتافيان الابن بالتبني والوريث ليوليوس قيصر، وكان خصمه مارك أنطوني على حكم روما. أوكتافيان استخدم الحفل في الإسكندرية كدعاية. أوكتافيان صور آن أنطوني خان الجمهورية الرومانية وإنه بيدي أراضي روما لكليوباترا. في سنة 31 قبل الميلاد اتحاربت قواتهم البحرية في معركة أكتيوم جنب اليونان. انهزم الأسطول المشترك بتاع أنطوني وكليوباترا وهربوا هما الاثنين راجعين على الإسكندرية. لما وصل جيش أوكتافيان لمصر في السنة اللي بعدها ما كانش عند أنطوني وكليوباترا قوة كفاية عشان يحاربوا. مارك أنطوني انتحر. بعد كام يوم كليوباترا ماتت كمان. مش معروف بالظبط ازاي عملت كده. القصة مشهورة على لدغة التعبان، بس مفيش دليل كفاية يثبت إن ده فعلا كان السبب. سنة 30 قبل الميلاد أوكتافيان أخذ مصر في الآخر. بعد كده اتسمى أغسطس وبقى أول إمبراطور لروما، ومصر بقت مقاطعة رومانية تحت سيطرة الإمبراطور مباشرة. وكده انتهى تقريبا 300 سنة من حكم سلالة البطالمة. بس أهمية الإسكندرية ما راحتش. فضلت واحدة من أكبر وأكثر المدن سكاناً في الإمبراطورية الرومانية، وكمان كانت واحدة من أهم المواني اللي بتنقل القمح من مصر لروما. القمح كان مهم جداً عشان عدد سكان روما كان كبير قوي، ولما كانت السفن من الإسكندرية تتأخر في الوصول ممكن الأكل يقل ويحصل فوضى في العاصمة. يعني حتى لو روما كانت مسيطرة على مصر، الإمبراطورية كانت لسه معتمدة على المنتجات اللي بتمر من الإسكندرية. بس في الوقت اللي الأكل فيه متوفر والمدينة بتغتني أكثر، الخلافات بين المجتمعات المختلفة كانت بتزيد سوء. سنة 38 ميلادياً هيرود أغريبا الأول زار الإسكندرية، حاكم يهودي وكان صديق للإمبراطور الروماني. بعض اليونانيين اللي عايشين في المدينة ما استقبلوش أغريبا كويس، سخروا منه وعملوا عرض عشان يضحكوا على كونه ملك. التوتر زاد وانتهى الأمر بفوضى كبيرة بين المجتمعين اليوناني واليهودي. اتهاجمت بعض البيوت والمعابد اليهودية واتصاب أو مات ناس كتير. الفوضى دي وضحت المشكلة القديمة في الإسكندرية. في المدينة كان في ثقافات كتير عايشة مع بعض، بس ده مش معناه إن علاقتهم كانت متساوية أو سلمية. كان فيه يونانيين عايزين يحتفظوا بقوتهم السياسية، وكان فيه يهود بيحموا مجتمعهم وحقوقهم. وفي نفس الوقت المصريين الأصليين كانوا دايما بيسعوا يكون لهم دور أكبر. ولما انتشرت المسيحية زادت الخلافات أكثر. حصل توتر بين أتباع الديانة اليونانية والمصرية القديمة،
وبين المجتمع المسيحي اللي كان بيكبر. وحصل كمان جدال جوه المسيحية نفسها، عشان كان في اختلاف في المعتقدات بين مجموعات معينة عن دينهم. وفي نفس الوقت بقت مكانة الإسكندرية السابقة كأهم مركز للتعلم بتختفي واحدة واحدة. العلماء والمدارس في المدينة لسه شغالين، بس الحكومة ما بقتش تدعمهم زي الأول. كمان بقى في مراكز تعليمية تانية في روما وأثينا، القسطنطينية ومدن تانية كمان. وبعد كده حصلت كارثة طبيعية غيرت ساحل الإسكندرية. في 21 يوليو سنة 365 ميلادياً حصل زلزال قوي جداً بالقرب من جزيرة كريت. الهزة وصلت لمناطق كتير في البحر المتوسط بما فيها الإسكندرية. بعد الزلزال فجأة المياه رجعت لورا بعيد عن الشاطئ، ظهر قاع البحر وسابت سمك وسفن على اليابسة. الناس وقتها ما كانوش فاهمين إيه معنى اللي حصل ده. رجوع البحر كان في الحقيقة تحذير من تسونامي جاي. بعد شوية رجعت المياه على شكل موجة ضخمة جدا. الموجة دي عدت المواني والأماكن المنخفضة في اسكندرية. الموجة دي سحبت معها الناس، البيوت، البضائع والسفن الكبيرة. وبيقول المؤرخ القديم أميانوس مارسيليانوس إن آلاف مؤلفة من الناس ماتوا في إسكندرية. بس دلوقتي مش هنقدر نعرف العدد بالضبط. الأضرار كانت كبيرة في المباني والمناطق القريبة من البحر، ومن أكثر الأماكن اللي تأثرت كانت الحي الملكي القديم اللي كان فيه قصور البطالمة وكليوباترا زمان. مش بس التسونامي هو السبب في إن أجزاء من الإسكندرية القديمة بقت تحت البحر. على مدار قرون كتير الساحل تعرض لزلازل متكررة، حركة الأرض والانهيارات وارتفاع منسوب المياه تدريجياً، وده اللي خلى أجزاء من الحي الملكي والميناء تغرق. وده السبب اللي بيخلي فيه تماثيل كبيرة وأعمدة بين دلوقتي، وصخور وأجزاء من المعابد تحت المياه قريب من إسكندرية. التسونامي ما قضاش تماماً على المدينة، بس غرق جزء كبير من مركز السلطة القديم بتاع اسكندرية. وأثناء ما المدينة بتحاول تقوم تاني، كانت الديانة والسياسة في الإمبراطورية الرومانية بتتغير باستمرار. في أواخر القرن الرابع الميلادي الإمبراطور ثيودوسيوس الأول حرم التضحيات الوثنية ودعم إغلاق كثير من المعابد اللي كانت بتستخدم في الديانة القديمة. في إسكندرية بقى سيرابيوم مركز للتوتر، وده كان معبد كبير للإله سيرابس، إله جمع بين عناصر من الديانة اليونانية والمصرية. اتبنى المعبد ده في عهد البطالمة علشان يكون فيه رمز ديني يقدر اليونانيين والمصريين يتعرفوا عليه مع بعض. في سنة 391 أو 392 ميلادية اندلع الصراع بين الوثنيين والمسيحيين في المدينة. بعد الفوضى دمر أنصار المسيحية بقيادة الأسقف ثيوفيلوس السيرابيوم، وتحطمت كمان التمثال الكبير لسيرابس. في حكايات بتقول إن السيرابيوم زمان كان فيه لفائف من مكتبة الإسكندرية، بس مش أكيد إذا كان فعلا لسه فيه مجموعة كبيرة من الكتب هناك وقت ما المعبد اتدمر. عشان كده مش صح نقول إن مكتبة الإسكندرية كلها انتهت هنا وفي يوم واحد. الأرجح إن المجموعة اختفت تدريجياً على مدى طويل بسبب الحرائق والحروب لقلة التمويل وانتقال العلماء وتغير الحكومات. بعد أكثر من 20 سنة حصلت حادثة تانية ورت قد إيه إسكندرية تغيرت كتير. سنة 415 ميلادياً كان عايش في المدينة عالم مشهور اسمه هيباتيا. كانت رياضية وعالمة فلك وفيلسوفة وكمان معلمة. هي بنت عالم الرياضيات ثيون، وكانت بتعلم طلابا من ديانات مختلفة ومن مناصب عالية في الحكومة. واحد من أقرب الناس ليها كان أورستيس حاكم الإسكندرية الروماني. في الوقت ده كان فيه صراع شديد بين أورستيس وكيرلس الأسقف المسيحي القوي في المدينة. كانوا بيتنافسوا على مدى سلطة الحكومة والكنيسة في الإسكندرية. بما إن هيباتيا كانت صديقة ومستشارة لأورستيس، ما انتشرتش التهمة اللي بتقول إنها السبب في منع الصلح بين الزعيمين. مفيش دليل واضح إنه كيرلس أمر بشكل مباشر بقتل هيباتيا، لكن في مارس سنة 415 ميلادية وقفها مجموعة من المسيحيين وهي راكبة عربتها، سحبوها لمبنى وقتلوها بطريقة وحشية. قتل هيباتيا ما كانش مجرد صراع بين العلم والدين، ده كان جزء من صراع أكبر حوالين السياسة، الدين والسيطرة على الإسكندرية. لكن الرسالة اللي وصلت كانت قوية جدا. المدينة اللي كانت زمان بتدي مأوى ودعم للناس اللي بتسأل وبتتعلم بقت مكان ممكن يتقتل فيه.
عالم معروف لمجرد أنه تورط في صراع بين جماعات قوية. الإسكندرية ما انتهتش تماماً بعد كده. التجارة والدراسة والحياة استمرت في المدينة، لكن الإسكندرية اللي كانت بتحلم تجمع كل معرفة العالم بدأت تختفي واحدة واحدة. هي ما وقعتش في ليلة واحدة، كانت بتضعف مع كل حرب، زلزال، تسونامي، شغب وتغيير في الحكومة. ومع كل خسارة لقصر أو معبد أو مكتبة أو عالم، كان نور المدينة بيقل أكتر. الإسكندرية ما انتهتش تماماً بعد وفاة هيباتيا، لكنها ما قدرتش ترجع قوتها القديمة كمركز للحكومة والمعرفة. في سنة 641 ميلادياً، الجيش العربي المسلم احتل مصر. بعد كام شهر سيطروا كمان على الإسكندرية، ما خلوهاش العاصمة الجديدة. بدل كده بنوا مركز جديد للحكومة اسمه الفسطاط، قريب من المكان اللي فيه القاهرة دلوقتي. عشان الحكومة انتقلت للفسطاط، أهمية الإسكندرية السياسية بدأت تقل واحدة واحدة. كمان طرق التجارة تغيرت وعدد السكان قل، وتفرق كتير من العلماء اللي كانوا بيشتغلوا في المدينة. بس منارة الإسكندرية فضلت مشهورة، فضلت أكثر من 1000 سنة بتنور للسفن وتهديهم، لكنها تعرضت لأضرار كتير بسبب الزلازل القوية اللي حصلت أكثر من مرة، وفي الآخر وقعت خالص بعد الزلازل اللي حصلت في القرن ال14. في القرن ال15 السلطان قايتباي بنى حصن كبير في نفس مكان المنارة القديمة، وبيعتقدوا إنهم استخدموا شوية من الحجارة اللي كانت من المنارة اللي اتدمرت في بناء الحصن. ومع مرور الوقت فضلت إسكندرية تضعف أكثر وأكثر، بعد ما كانت واحدة من أكبر مدن العالم، وبقت ميناء صغير ومجتمع صغير من الصيادين في أواخر فترة العثمانيين. لكن إسكندرية القديمة عمرها ما اختفت تماماً. في التسعينات بدأوا حفريات واسعة تحت المياه في ميناء المدينة. علماء الآثار لقوا كتلاً حجرية ضخمة، تماثيل، أبو الهول وأعمدة، وأجزاء من مباريه كانت واقفة زمان في الحي الملكي ومنارة إسكندرية. وكمان فريق فرانك كوديو حدد أجزاء من الميناء اللي غرق، القصر والمعابد والشوارع من زمن البطالمة وكليوباترا. كتير من القطع الأثرية لسه تحت البحر علشان يحموها ويدرسوها في المكان اللي لقوها فيه. الاكتشافات دي بتبين إن عظمة الإسكندرية زمان ما كانتش مجرد أسطورة، فعلاً كان فيه منارة ضخمة واقفة هنا في يوم من الأيام. قصور الملوك والمباني اللي كان بيجي ليها أعظم العلماء في العصور القديمة هنا درسوا حجم العالم، واتكتبت أهم الدروس في الهندسة، وصنعوا آلات قديمة كانت بتشتغل بالمي والهواء والبخار. لكن الإسكندرية ما اختفتش بسبب حريقة واحدة أو زلزال أو غزاة، هي ضعفت واحدة واحدة بسبب حروب متتالية وفوضى وكوارث طبيعية وتغير طرق التجارة وفقدان الدعم للمؤسسات اللي كانت بتقويها. ده أهم درس من الإسكندرية، مش كفاية إن المجتمع يبني قصر أو مكتبة، منارة وتكنولوجيا متقدمة، وكمان لازم تتحمي بالمعرفة والوحدة والناس اللي بيكملوا المسيرة دي. لأن لو تسابوا الحاجات اللي قوت مدينة ممكن تختفي واحدة واحدة لحد ما القصور والآثار القديمة بتاعتها تلاقيها بس تحت البحر.